بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك وتعالوا معانا كده نشوف أحلى صباح النهاردة وخبزنا أحلى حبة عيش. اللهم صل على حضرة النبي. شوفوا عاملين ازاي، تحفة تحفة تحفة. النهاردة طبعا كده أخويا السيد قاعد بقى أجازة من الشغل بتاعه، وقلنا يا سيد هتساعدنا في الخبيز. أنا بحب أخبز يوم الأجازة بتاعته. ليه؟ عشان هكون انا وامي وكده، بس ما ينفعش بقى اللي احنا ايه نبقى لوحدنا كده ايه. طبعا ربنا معانا وكل حاجة، بس هو بيساعدنا في كل حاجة. بيساعدنا لو احنا عايزين اي طلب بيجيب لينا، عايزين اي حاجة مهما كان بيجيب لينا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. بدأت بقى انا وهو كده ايه، قال يا سوري عجيني بدري. بصراحة انا مش صورت العجين يا جماعة، انا صورت الخبيز بس. ليه؟ عشان انا عجنة بالليل قبل الفجر، يعني انا عجنة يا دوبك خلصت عجين قبل الفجر والفجر أدى. ما فضيتش بقى انا يعني إيه اصور والكلام. بصراحه يعني مش هكدب عليكم، يعني أنا ما صورتهوش خالص. عشان ايه؟ مش قلت كفايه الخبيث. سبت والدتي نايمه، وسبت اخويا السيد نايم براحتهم كده، وقمت متوكله على الله بقى. فين ايه؟ قمت جايمه انا اللي عجنت وسبته لما اترفع وصحتهم بقى. قلت قوموا يلا كده صلوا واحمدوا ربنا وتعالوا يلا عشان ننزل تحت عند الفرن. السيد اخويا قال هنخبز فين؟ قلت له هنخبز عند الفرن الجش الفلاح البلد. امي جت هنخبز فين يا سور؟ قلت لها هنخبز تحت. نخبز تحت في الفرن الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله. وطبعا دي يا جماعة جبابير بقى. امي بقى بتحب الجبابير تاكلها وهي قاعده ايه قدام الفرن كده. طبعا امي بقى ايه جايبه كده، عايزه سكر تحط في الجبابير، عايزه كمون. هي عامله كده شطه بسيطه على كمون على خلطه كده، برضه تحط على ايه، على وش الجبوري كده يا جماعه. يعني هي في الحالتين معاها دي ومعاها دي. قلت لها حط سكر حط سكر، جت هعمل من دون من دي. قلت لها انت حر. برضه السيد كان عايز يجيب بيض ويعمل كده يا بسمنه بيض يا زيت عليه يا كمون. المهم عايز يعمل كده ايه جبرين برضه ببيض. قلت لهم العيش قدامك اهوت، وهاتوا اللي انتوا عايزين تعملوه، هو النهارده يوم لبن من اوله. اللهم صل على حضرة النبي. اجت امي بقى قالت ايه انت عجنتي يا سهير؟ قلت لها ايوه. نزلت بقى هي لفلفت تحت، نزلت لها قشه برضو. كان لسه الجو ضلمه يا جماعه، انا بعد الفجر برضو كانت لسه الجو ضلمه. قلت لها خلاص ماشي. نزلت لها كام عقدة قش كده، وقعدت هي بقى ايه لفلفت. وقالت اني مع نفسي كده يصير، وانت بقى شوفي هتخلص الطيور وعشان اطلع لنا جرس ونيجي احنا التلاتة هنا بقى. بصراحة انا صحيت السيد الصبح كان جاي على اخره يا جماعة. قلت له لا قوم معانا، قوم ايه النهارده اجازتك وقوم معانا كده عشان ايه نتوكل على الله ونخلص، كفايه قعدتك معانا. وهو بصراحه كان مبسوط مبسوط جدا جدا ان احنا بنصور، وقال لي سور هاتي يلا عشان نصور بالمره. هو اللي قال لي نصور النهارده العيش دي يا جماعه. قلت له خلاص ماشي يا سيد. جبنا بقى ايه صورنا وجينا خبزنا، وكان احلى يوم. بس اللهم صل على حضرة النبي، دي كان اجمل يوم النهارده. احنا كنا كده بالظبط بالظبط لسه مش كملنا حتى جينا يعني الساعة 9. يعني بصراحة احنا بادئين بدري خالص، بس بدأنا بدري عشان الشمس. انا حبيت ان انا ايه اخلص بدري كده في العجين والتجريس، وجينا هنا عشان الشمس. المكان ده كله هتبقى شمس. خلصنا من هنا يا جماعة والشمس نزلت من هنا، بس كنا خلصنا بقى وقمنا وشيلنا العيش اللهم صل على حضرة النبي. شفتوا كان يوم زي العسل والله العظيم، كنت مبسوطة جدا. وخلصنا على طول ما غبناش. انا كنت عاملين الصينيتين وطبلية، بس احنا سحبت حبة حلوين يعني. قلت لما ماما اول ما قعدت كده ايه قدام الفرن، قلت لها لا قوم انت كده بقى مع نفسك وانا اللي هقعد. قالت انا. قلت لها لا انا اللي عايزه اقعد، عشان انا حابه ان انا اسوي العيش يا جماعه، عشان ما حدش يقول عليا ما بتعرفش، خلي بالكم. اهو شفتوا، اللهم صل على حضرة النبي، عشان تعرفوا بس اللي انا ايه شاطره في كل حاجه، بعمل كل حاجه، كل اللي نفسي فيه بعمله. واقعد قدام الفرن ده وشوي سمك، اقعد قدام الفرن واعمل معمر، اعمل اي حاجه مهما كان يا جماعه قدام الفرن القش الفلاحي البلدي. على فكره انا حباها عن الفرن الغاز، رغم ان في فرن غاز بس انا مش حابه الغاز. كل حاجه في الفرن دي بيبقى ليه ريحه. بصراحة أنا حابة الريحة بتاعت الفرن ده، جميل جدا. في كل حاجة ليه ريحة، حتى شويت السمك ليه ريحة، عملنا فيه معمر ليه ريحة، سمك ليه ريحة اللي متصحف. كل حاجة ليها ريحة يا جماعة في الفرن دي. والعيش الغلة برضو بنخبزه فيه برضو بيبقى ليه ريحة جميلة كده.
يجعلها بالهنا كل اللي ياكل منه. العيش ده يا جماعه احنا قررنا كده ان احنا نخبز النهارده، بس العيش ده بتاعنا على فكره، هو مش اوردر مطلوب مننا ولا اي حاجه، لا هو ده بتاعنا. وقلنا ايه هنخبز النهارده كده صينيتين يا سيد وانت قاعد معانا. هو ما كانش يعرف اللي احنا هنخبز، اللي انا وامي يعني متفقين من بالليل الا الصبح. قال لي انت يا سور انت قمت عجنت الفجر كده؟ وقلت له ايوه ما انا عجنت، واعمل حسابك كده ايه، صلي بقى الفجر كده واحمد ربنا وتعالى معانا ايه عند الفرن، هتكون امك لفلفت وخلصت وتعالى معانا اخبز بس معانا، اقعد معانا كده ايه قعدتك بالدنيا بحال. بصراحه هو كان يعني ايه عايز ينام وطبعا شغال ومش عارفه ايه. قلت له معلش يا سيد النهارده اجى معانا، هو ما قالش اي حاجه والله العظيم، اجى معانا وخبزنا احلى حبه عيش النهارده يا جماعه في الفرن القش الفلاح البلدي. اللهم صل على حضره النبي. شو عاملين ازاي، شوف العيش عامل ازاي. انا اللي عجناه النهارده، وانا اللي مسوياه من اول رغيف لاخر رغيف والله العظيم يا جماعه. شفت عامل ازاي. انا بحب العيش وهو جابب كده وشكله جميل وطالع من الفرن كده، يعني حاجه حلوه كده. خير، كل حاجه خير في البيت يا جماعه، اي حاجه في البيت بتبقى خير. وبعدين احنا متعودين على شويت على كل حاجة في الفرن ده، في الخبيز كله في الخبيز ده. طلعنا لقينا اهالينا كده اصلا في الفرن القش الفلاحه دي كل هتنا شغالين وكل هتنا بنشوي في سمك. لقيت الاهل ذات نفسهم عندهم الفرن ده. مش طلعنا لقينا نفسنا ناس تانية خالص، لا احنا لقينا نفسنا ارياف وفلاحين وقاعدين بقى في البيت الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اللهم صل على حضرة النبي. طبعا انا بطلق الطيور يا جماعة في المكان ده، بس بدل احنا قاعدين ما رضيتش اطلقه فيه، وكنست المكان حلو وقمنا جايين فرشين بقى قش. ما جبتش حصيرة ولا جبت مفرش ولا جبت اي حاجة يا جماعة، انا فرشت قش عشان المكان ده اصلا ناشف يعني حلو يعني. جبت القش كده فرشته وقمنا قاعدين عليه. بس يا دوبك امي قعدت قدام الفرن كده قالت تعالي يا سؤال. قلت لها قوم ليه، كمانها عامله عمليه وكده وما تلحش اللي هي تقعد كل شويه قدام الفرن دي يا جماعه. قلت لها لا قوم انت، انا كده كده عايزه انا اللي اسوي النهارده. قالت لي تعالي انت يا ساره احسن انا مش لاقي حاجه اقعد. قلت لها قومي يما انت. بصراحه هي ما كملتش التسويه وانا اللي قومتها، يعني حاسه اللي هي تعبت، ودور العمليه دي برضو ايه مش لايحه اللي هي تعمل يعني توطي وتعمل اي حاجه يعني. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. قلت لها انا طولت ما انا موجوده معاكي وانا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. مش عايزه تخبزي برضو، مش عايزه تسوي العيش الغله برضو انا بسويها عادي. اقعدي كده وريحها عليا. انا قلت لها كده بصراحه، قلت لها بدل مش هقعد لها هتعملي اي حاجه، انا هقعد انا اسوي وانت ريحها عليا عادي. قالت لها خلاص ماشي. بس النهارده بصراحه كده كان يوم جميل جدا، وكان يوم الجمعه دي كان يوم احلى يوم. اللهم صل على حضره النبي. بسم الله ما شاء الله. شفتوا المطرح ده امي جايباها جديده، وقالت لي انا عايزه مطرح تاني جديد كده، حشنا لقدام خالص. وبدانا بقى بالمطرح الجديده دي، وامي كانت مكبره العيش النهارده، قالت لي انا عايزاه كبيره واحنا يعني هنوزعه. قلت لها خلاص ماشي. بس كان العيش بقى اللي انا مبسوطه منه، اللي العيش كان جابب وشكله حلو كده وريحته جميله وبسم الله ما شاء الله. طلعت الحبه اللي ورا دول يا جماعه ناشفين هنعينهم لوحدهم، والحبة اللي انا بطلعهم دول طراوي عشان اجيب كيسة كيسهم فيه واحطهم في الفريزر. وكل يوم نسحب منهم كده ناخد منهم يا نفطر يا نتغدى. المهم يبقى فيه ايه، يبقى البيت مستور باي حاجة تتخبز فيه، يا اكل يتخبز ينطبخ فيه، يا عيش يبقى مخبوز فيه. المهم انا ما بحبش العيش اللي هو بتاع الطابونة يا جماعة، مش هكدب عليكم يعني انا ما برتاحش في عيش الطابونة خالص. ليه؟ انا حابه العيش بتاعنا ده، سوا عملنا رحالي حباب اللبن، سوا عملنا عيش من ده، سوا عملنا عيش غله، عملنا كوماج، عملنا اي حاجه مهما كان. بصراحه مش هكدب عليكم انا برتاح في عيشنا. ليه؟ كبرنا لقينا العيش ده قدامنا حاجه نظيفه وحاجه حلوه وحاجه كفايه اللي انا عاملاها بايديا، يعني كفايه اللي انا خبزها بايديا يا جماعه، حاجه نظيفه جدا جدا. اللهم صل على حضره النبي. شفتوا عامله ازاي اهو. عندنا بقى نجيب اي فيه خضره فيه اي حاجه، فول وطعميه، نقعد بقى ونفطر كده. بس بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضره النبي. شفت عامل ازاي. ام جت هاتي كده يا ساره ما اوري حبايبنا كده. وام بتشكركم جدا جدا يا جماعه، وبتقول صباح العسل والفل والياسمين على احلى متابعين يوميات سورجا في الريف والحاجه جميله. اللهم صل على حضره النبي. شفت العيش عامل ازاي اهو، عسل عسل كده بسم الله ما شاء الله. هي اللي بتشكركم يا جماعه، وهي اللي قالت لي اشكرهم يا سهير. والساده اخويا بقول لكم صباح الخير يا حبايبنا، وهنوصل طبعا بكم بعد ربنا. وبشكركم جدا جدا على التعليقات الحلوه اللي انتم بتعلقوها لنا، وكفايه سؤالانكم علينا، وكفايه سؤالانكم على والدتي.
وربنا يخليكم وما نتحرمش منكم العمر كله، ولا انتوا تتحرموا مننا العمر كله. شفتوا حبة العيش دول طري كده عشان نفطر، ويفضلوا في اكياس كده لوحدهم، والتانيين دول ناشفين هنحطهم في اي حاجة ونسحق او ناخد منهم كده، ونبقى ناكل بقى كده براحتنا. اللهم صل على حضرة النبي. احلى عيش مخبوز في الفرن الجش الفلاحي البلدي.